طب هو انا لما اتعلم الديجيتال في بدايه الامتياز ده مش هيشغلني عن البيزكس؟ بص وانت في امتياز في ميزه قويه جدا عندك. اولا انت فاميليار اكتر بالكمبيوتر من واحد بقاله 10 سنين مثلا متخرج او 5 سنين حتى متخرج. انت شاطر على الكمبيوتر، تبدا تمسك الكمبيوتر تتشقلب وتعمل. لسه عندك ممكن تتعلم 4 5 6 7 سوفت ويرز مختلفين، كل سوفت وير ليه دخله معينه وايكونز مختلفه. فدي ميزه كبيره جدا ليك، تتعلم بسرعه، عندك وقت، لسه ما عندكش التزامات. كل دي مميزات عندك بشكل كويس جدا. هتبقى شاطر وهتتعلم ممتاز جدا، ولكن لازم تبقى عارف ايه اللي هيبقى ناقصك. هيبقى ناقصك بيزك ساينس في البروثيتك جايد لاينز، في السيرجيكال جايد لاينز، في الامبلانتولوجي جايد لاينز بشكل عام، في الاكسبيرت انك تبقى خبير في اللي انت بتعمله ده وعملته كتير قبل كده. طب ده هتجيبه ازاي؟ هتجيبه ان انت تنضم لفريق تيم وورك. دلوقتي ما بقاش فيه وان مان شو، اللي هو الدكتور اللي بيعمل اندو هو اللي بيحفر هو اللي بيحشي هو اللي بيركب هو اللي بيزرع هو اللي بيسيرجري خالص. دلوقتي انت هتبقى جزء من تيم، وده موجود. هتروح لدكتور، بنكمل بعض. هي فكره بنكمل بعض، مفيش حد احسن من حد. دكتور كبير خبره بقاله 15 20 سنه بيزرع، بس ما عندوش وقت يتعلم الديجيتال ورك فلو، وانت شاطر على الديجيتال. تعمل التصميم الجميل اللطيف وهو يقول لك التصميم ده خلي بالك لو دخلنا هنا هيبقى شكله وحش. هو من بعيد ما لمسش الكيبورد، هو لابس الجوانتي وانت اللي ماسك الكيبورد او ماسك الماوس بتاعك. ساعتها هنجمع ما بين خبرة واحد عنده بيزك ساينس وعنده اكسبرت كويس جدا في اللي هو بيعمله، وما بين شطارتك انت كراجل بتلعب على الكمبيوتر وبتستخدم برامج وتحط البرنامج ده على البرنامج ده. مع الوقت هتبقى انت عندك الاكسبرت اللي عند الدكتور والاكسبيرينس اللي عند الدكتور، وفي نفس الوقت انت شاطر في الجايد. لكن فرصه كبيره انك تخش تسد فراغ موجود في سناتر كتيره جدا نفسهم يتعلموا جايد، نفسهم يشتغلوا بالجايد، لكن ما عندهمش الدكتور الصغير الشاطر على الكمبيوتر اللي يعرف يستخدم ويحل مشكله سوفت وير بسوفت وير. فانت عندك فرصه كبيره جدا، بس تبقى عارف ايه اللي ناقصك وهتكمله ازاي.